بيبوظ شغل كتير قوي بسبب الغيامة. تعالوا بقى اقول لكم حلها ايه. هلوز، انا سناء وده اليوم ال14 من تحدي 30 days challenge. الشتاء والرطوبة العدو اللدود للريزن، واي حد هيشتغل ريزن في الشتاء هيكره حياته حرفيا. والحل بتاعها بكل بساطة هو اننا هنعرضها للحرارة او ندفي المكان اللي هنشتغل فيه. وده بقى باشا البلد بتاعي، الدفاية. لازم اسيبها جنب شغلي يا جماعة عشان تسحب اي رطوبة من الجو وتدفي المكان اللي انا شغالة فيه. والباشا ده بقى الاساس كله. ولو مش عندكم بنجيب ولاعة السخان هتنفع معانا جدا، لكن الولاعة العادية مش هتنفع معانا فخلي بالكم. وبنمسك اي ولاعة فيهم بقى وبنمشي على الغيامة لحد ما تختفي خالص. بس خلي بالكم اوعوا تطولوا النار على الريزن عشان لو اتحرق القطعة هتصفر وتبوظ، واحنا اكيد مش عايزين ده يحصل. وبس هقولكم في بارت 2 طرق تانية نقدر كمان نعملها عشان نحل المشكلة دي. ويلا بينا على فزورة النهاردة، وبفكركم اني اختار 3 فايزين هيفوزوا بدومينو من عندي، واول فايز اعلنت عنه والتاني هعلن عنه يوم 20 رمضان. وفزورة النهاردة بتقول لو انت اتولدت من 18 سنة هيكون عندك كام سنة دلوقتي؟